يا جدع مش عارف تكسب مودرن؟ طب تعالى لي وانا اكسبها لك. الزمالك بيفوز على مودرن سبورت ب 2-1 باداء ولا اروع لاخوان الفينا البرازيلي الاصلي. جبتوا لنا الواد ده منين؟ الواد ده جالنا منين؟ جبته منين يا جونيا ادوارد؟ حقيقي مش عارف اشكرك ازاي. اللعيب الحريف فعلا بيبان من العنوان، من اول لمسه ليه في ماتش المقاولين وانا عارف ان الواد ده هيسجل الماتش دوت. ده مش بس يسجل، ده يجيب جون عالمي يسهل بيك تراو بمهاره فرديه منه، يسهل كتير قوي على الزمالك. انت هتنزل هتلاقي مودرن دي بقى قافله وراكنين اتوبيس وبيلعبوا على الهجمه المرتده، وكانوا هيقرفونا لولا الجون اللي جابه اخوان الفينا دوت فك بيه كل دوت. سهل عليك ماتش كان هيبقى ماتش ارخم من ماتش المقاولين. عشان كده دايما بنقول ان لازم الفرقه الكبيره تسجل في الشوط الاول. ليه؟ لان انت مجرد ما سجلت في الشوط الاول الفرقه خلاص فتحت خطوطها وغصب عنها هتهاجم. مع بدايه الشوط الثاني كمان جون ولا اروع من شيكو بنزا بتحرك. شيكو بنزا تقريبا دخل في العمق، بانت خطورته اكتر كمان. الجون غلطه من ابو جبل، ولكن يكفيك شرف المحاوله، وفي الاخر اتحسب الجون وجا الجون اللي كسبنا بيه الماتش. ظهور مميز من خوان الفينا، من شيكو بنزا، اداء فوق المتوسط من الزمالك. لسه في كتير قوي. الزمالك عنده فرقه محترمه بجد، لسه في كتير. لسه الفرقه بتنسجم بتاخد على بعض، المدرب لسه بيتعود على اللعيبه وبياخد على اللعيبه. لكن اللي اقدر اقوله لك ان الزمالك بجد معاه فرقه بكواليتي محترمه جدا باذن الله. مع الانضباط، مع القفله على الفرقه، مع الحفاظ على استقرار الزمالك، الفرقه دي هتروح لبعيد قوي. مع كمان التدعيمات اللي ممكن نعملها في يناير، الزمالك هيكون في حته تانيه خالص. الزمالك بيمتلك فرقه موهوبه، لعيبه صغيره. انت متخيل اصلا ان اخوان الفينا ده عنده 22 سنه؟ اظن الرساله وصلت. مبروك لجمهور الزمالك ولنادي الزمالك. 3 نقط يضافوا لرصيد الزمالك. ماتش مش سهل خالص، الاهلي متعادل مع الفرقه ديت، ف3 نقط مهمين جدا في مشوار الزمالك للمنافسه على الدوري.